ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. المفروض ان الإحسان للوالدين بيكون في القول وفي الفعل، انك انت ترأف بيهم وترحمهم في كبارهم زي ما هم تعبوا علشانك من صغرهم. لما يوصل بينا الأمر ان ابن يقتل أمه، ودايما كان في خلاف معاها، الجيران اكتر من مرة استغاثت بيهم، اكتر من مرة كسروا الباب علشان ينجدوها، وفي النهاية قدر ان هو يقتل امه، وبعد كده قعد وطلب ان هم يطلبوا له الشرطة. من حوالي سنة الا حاجات بسيطة كده. تمام. ايه اللي حصل بقى؟ انا سويت طلعت جري، يعني في وش بيتهم على طول. طلعت جري لقيته قافل الباب عليها وبيضربها. يفتح يا احمد ما رضاش يفتح. خاله جه ورا مني، خاله اسمه دبور. تمام. عجلات. جه افتح يا احمد، لا ما تفتحش، اكسروا الباب. كسرنا الباب ودخلنا عليه. يعني الام كانت بتستغيث وقتها؟ استغاثت وصوتت. تمام. وطلبت الشرطه؟ اهل الشارع كله. تمام. طلعنا الباب مقفول بالقفل وبالتجديد. كسرنا الباب ودخلنا، لقينا ماسك سكينه وكان عايز يذبحها. دخلنا سلكناها، الحمد لله ما لحقناها. كان حاجات خفيفه كده، جروحات خفيفه، واتصلنا على المباحث جت عملت معاه تحقيق وخدته، ووالدته اللي راحت طلعها بعد التحقيق. يعني بعد ما اعتدى عليها وحاول يقتلها، هي اللي طلعته. فكر فيهم ان هو يخليه يسيبوه كده يعني. واحنا نبهناها ما تنفعش تقعد معاه اكتر من مره، لان هو تعب بقاله سنه، تعبان نفسيا بعد وفاه والده. طيب الواقعه اللي حصلت النهارده في الساعات الاولى من صباح اليوم، ايه اللي حصل بقى وعرفتوها ازاي؟ لقينا رجال مباحث في الشارع. المتهم هو اللي اتصل على المباحث بعد ما قتل والدته، اتصل على المباحث. مباحث جت طلعت، يا دوبك طلعت، نزلت على السلم. انا قابلتهم، انا اول واحد كنت مقابل رجال المباحث. خير في ايه؟ قالوا لي البقاء لله توفى. طب اطلع ابص عليها، قالوا ممنوع. بنتها جت عرفت. احمد كان فين بقى وقتها؟ احمد كان فين وقتها؟ كان في الشارع، قاعد في الشارع اول ما اتصل على المباحث، وقاعد. حالته ايه؟ حالته ايه؟ كانت حالته عاديه خالص، وقال لحضرة الضابط والدتي فوق تعبانه شويه، ما قالوش انا قتلتها. قالوا والدتي فوق تعبانه شويه. طلعوا لقوها مقتوله. اتكلم قال حاجه تانية اول ما المباحث جت؟ لا هو تعب شويه كده وقال لحضرة الضابط انا عاوز اشرب. اكتر من كده ما قالش. تتوقع ان احمد يعني كان يقتل والدته؟ احمد شاب خجول، يعني عمره ما يعني كان يتحرج ويمشي، تلاقي حد واقف كده في الشارع بار، ولا تلاقي يقول له سلام عليكم حد. من كليته لبيته، من بيته لكليته، يعني بني ادم كله كان بيحبه في الشارع من قبل. طول عمره وهو صغير وكده. عرفنا بحضرتك؟ معاكي مصطفى بكري من الجيران اللي هم الحادث اللي حصل يعني. قولي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ والله احنا كلنا فوجئنا، لقينا المباحث جايه فجاه، والولد كان قاعد على بطل الدوار مستني المباحث. وطبعا رئيس المباحث طلع شاف الواقعه وعملوا كاردون ممنوع حد يخش، لان ما حدش شاف اي حاجه خالص. وطبعا الناس دول ناس جيران صراحه. اللي حصل من ساعه وفاه والده، والولد دوت اتغير بنسبه 100%. يعني والده مات من حوالي سنه ونص، وهو متغير خالص يعني. متغير خالص يعني. ماشي اتفضل. لا 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 لا، تعالى اتفضل، تعالى هنا حضرتك. حضرتك من الناس اللي عاصرت كل المشاكل اللي احمد عملها مع والدته، احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط من البدايه. يعني احنا عرفنا مش اول مره ان هو يعتدي على والدته. احمد حد محترم جدا، وست محترمه جدا، هو في هندسه، في رابعه هندسه، واخته دكتوره. الست اللي تطلع مهندس تطلع دكتوره، الست فاضله، ست محترمه جدا، الناس في حالهم طول عمرهم. انا اتفاجئت باحمد اول مشكله شافت ليه في حياته يوم من حوالي 7 اشهر، لما حصل سويت في الشارع وهرب ومرض، وطلعت من المجال اشوف فيه ايه. قالوا احمد تقريبا رابط والدته وعايز يقتلها. بس ده اللي اتصلت بالمباحث، والمباحث لسه المباحث ده وبعت لي قوه، جم هدوا الدنيا وفتحوا الباب ودخلوه وخدوا الست وتعمل محضر وفكوا الست وخدوها وعملوا محضر من 6 شهور او 7 اشهر. تمام. تعرض على النيابه، باتوا تعرض على النيابه، وتاني يوم وكيل النيابه، وهي امه اللي توسلت لوكيل النيابه عشان يطلع، عشان مستقبله ما يضيعش. وكيل النيابه قال لها اعرضيه على دكتور،
ان واضح ان الولد فيه حاجه. يعني احمد كان مريض نفسي فعلا؟ احمد من بعد لا مش طول عمره كويس، بس من بعد موت والده، بعد وفاه والده من بعد وفاه والده وهو مش طبيعي. الله اعلم بقى ايه اللي فيه، انا ما اعرفش. ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني حاله اتغير ازاي بعد وفاه والده؟ هو عدواني اكثر مع امه، مع عماته، مع قرايبه، مع عيلته. تمام. طيب يوم الواقع ايه اللي حصل بالظبط؟ طيب الواقع اللي هو امبارح يعني مفيش، انا مروح بالليل لقيته قاعد على النص تحت على نص البيت، ولقيت 2 من افراد الامن واقفين معاه اللي هم على تبع الاسم هنا. في قال لي انا قتلت امي فوق واتصلت بالحكومه تيجي تاخدها بقى، يلا خلاص. بس فما فيش دقيقتين الحكومه كلها دخلت، المباحث كلها دخلت، المأمور دخل، من فرع الجنوب دخل، وكله كان موجود يعني، وحوطوا المكان وطلعوا وجابوا النيابه جت، والشرطه النيابه جت طلعت وعينت الواقعه. الام كانت وقفت في وقتها ولا نقلوها المستشفى كانت فيها الروح وصاحيه؟ لا نازله خلصانه. لما طلعوا لقوها خلصانه اصلا. ما كانش في حد عايش معاهم او شاف الواقع وقتها ان يفوش او يقدر ينقذ الام؟ كانت ساعه ولا 1:30 بالليل، وواضح ان هو هي كانت نايمه، لان اصلا ما حدش حس بحاجه. كل مره كانت بتستغيث، المره دي ما حدش حس بحاجه، هو اللي اتصل بالشرطه، بلغ عن نفسه. وحالته كان ثابت في مكانه؟ يعني ما اهتزش، ما دخلش في انهيار عصبي بعد ما قتل والدته بالطريقه البشعه دي؟ لا هو كان قتلها بقى له نص ساعه، هو ما اتصل كان بقى له قد ايه ما حدش عارف. طب كلمنا عن اخلاق احمد، عن سلوكه ايه معاكم مع الناس؟ والله اشهد له بما يرضي الله، والله كان ولد محترم، اخته بنت محترمه، وامه ست محترمه، هم ناس كلهم في حالهم. والدته برضك ست بشوشه وست كويسه جدا، كلنا نشهد بصراحه. يعني انا اعرفها من وانا طفل صغير، عمري ما شفتش غلطت في اي حد خالص، وانسانه بشوشه وفي حالها وخايفه على عيالها، ومن الناس الكويسه جدا يعني سيرتهم طيبه، متحفظين وكويسين جدا، وهي كانت بتخاف عليهم جدا زي اي ام. ماشي زي اي ام طبعا، هي كانت بتخاف عليهم جدا، وست ونعمه بصراحه. يعني نشهد ليها ان هي طول عمرها في حالها، ست خايفه على عيالها ودايما بتحافظ عليهم ومعلماهم تعليم كويس، ما بتخليهمش يحتكوا باي حد لانها بتخاف عليهم جدا. فطبعا كلنا في صدمه، ما حدش يتوقع اللي بيحصل ده، ان حاجه زي كده تحصل يعني. طب عرفنا بحضرتك، قول لنا ايه اللي حصل بالظبط يعني لاحمد، اللي انت سمعته عن الواقعه، وازاي احمد قتل والدته؟ والله معاك غريب منجي من ابناء الحي هنا حضرتك. والله من فترة 7 شهور كده حصل ان هو برضه جري ورا والدته وكان عايز يتخانق معاها. طبعا عند دكان خاله هنا على الناصيه، خاله عجلاتي اسمه دبور. فطبعا كلنا جرينا وحشنا وجبناه وكلمناه، حسينا ان الولد فيه اضطرابات نفسيه عنده، او بيحكي حاجات بخياله يعني بيتكلم في حاجات غريبه. طبعا والدته ست محترمه جدا جدا، نشهد لها بالاحترام، وهي جارتنا في الحي. وبرضه احنا بنقول ان احمد ده حضرتك عمرنا ما شفناه اساسا في الشارع، يعني شاب كليه هندسه، واخته دكتوره صيدلانيه، ووالدهم الله يرحمه توفى من 2 أو سنة و8 شهور. فالولد من بعد وفاه والده هو تعبان ايه مش عارفين، بس طبعا لا يحدد القصه دي كلها الطب الشرعي، ان هل هو تعبان نفسيا او الله اعلم عنده. قد ايه صعب ان الام تتعب وتربي وتتحمل كتير قوي في الدنيا دي علشان خاطر ولادها، وفي الاخر يكون هو ده رد الجزاء، ويكون هو دواني ثواب اللي بنديهولهم. المفروض ان هما في السن او في كبرهم لازم من كله يتحملهم ويقف معاهم زي ما هما تحملوا كل حاجة عشاننا واحنا صغيرين. احمد زي ما قلنا يعني ضيع كل حاجة، وبالرغم انها اديته فرصة قبل كده لما تنازلت عن القضية، بس لله